ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يا رب النهارده يكون يومكم حلو ويوم سعيد عليكم. جايبه لكم النهارده يا حلوين اخر الاخبار واخر المستجدات، وخليني اقول لكم ان معانا النهارده اخبار كتير جدا 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 جدا. تعالوا نبدا بشاهيناز اللي اتكلمت كلام اتاخد على ان هو على علي، مع ان انا ما حسيتش ان الكلام ده ابدا على علي، وحسيت ان هي بتتكلم في العموم. ولكن يعني شوية ناس كده تصيدوا لها وبدأوا ينشروا الفيديوهات دي على أساس إن هي بتتكلم على علي، ولكن هي كانت بتتكلم على التمثيل، وإن التمثيل مش مهنة سهلة ومش أي حد يقول على نفسه ممثل، وده حقيقي. نضحك الصراحة مع كل احتراماتي، عادي بكل روح رياضية. مثلي العربية تمثيل صعيب خاوتي، تمثيل صعب، مش اي شخص يدخل يقول لك انا ممثل. انا مانيش نفشل في الناس، ولكن واحد من شان يمثل يعني مش من اول مرة. لازم يعني اكيد اول مرة راح يجرب وكل شيء، بس لازم يشتغل على حاله لانه التمثيل صعب. بمناسبة الكلام على علي، خليني اقول لكم ان انتقادات كتير برضو بتيجي لعلي ان هي شخصيته في المسلسل نفس شخصيته في البرنامج. وخليني انا اقول رأيي في الموضوع ده. انا مش شايفة ان الموضوع فيه اي مشكلة. مين بدأ اول مسلسل ليه بالدور الحلو ده، بتكمل مشاهد دي وبالاداء الكويس ده؟ ايا كان بقى شخصيته قريبة شخصيته مش قريبة، كون ان هو قادر يقف قدام الكاميرا قدام ممثلين مثلوا كذا مرة ويطلع حلو كده ويطلع أداؤه كويس كده، يعني يا جماعة مش عيب أبدا إن شخصيته في المسلسل تكون قريبة من شخصيته الحقيقية. دي شطارة من المخرج اللي قدر يجيب حد قريب من الشخصية دي ويقدر يعملها بشكل كويس. وأظن إن علي اكتسب خبرة كبيرة جدا من المسلسل ده، وبعد كده هنشوفه في أدوار تانية أقوى من كده كمان وغير شخصيته الحقيقية. وتعليقاتها طبعا علي كم حلقه المسلسل؟ هي حسب التصوير اللي كنا مصوريه 180 حلقه. 180 حلقه احنا كذا قلت حلقه. خليني بقى عشان نكون منصفين، انا نزلت في حلقة امبارح ان شاهيناز غلطت لما دخلت عند 100 ونزلت على طول من اللايف، والمتابعين قالوا لا اتكلمت على شاهيناز، لا ما اتكلمتش على شاهيناز، و100 طلعت وقعدت تقول كلام كتير. انا ما اتكلمتش، ولو في فيديو ورهولي وحاجات كتيرة جدا، ولكن انتوا اكدتولي في التعليقات اكتر من تعليق ان هي فعلا اتكلمت على شاهيناز. انا عن نفسي استغربت جدا ان هي اتكلمت على شاهيناز وفي نفس الوقت طلعت تقول لو في فيديو يا جماعه طلعهولي. يعني الثقه بتاعتها كانت مدياني احساس ان هي لا ما اتكلمتش على شاهيناز، فتطلع بعد ده كله اتكلمت فعلا عليها. الموضوع استوقفني بصراحه. عموما تعالوا اوريكم رد 100 على علاقتها النهارده بشاهيناز، وان هي كانت بتحبها ودلوقتي بطلت تحبها. ما انت اللي اتكلمتي عليها يا 100. البنت كنت بحبها وبعزها بيني وبينها، انا بيني وبينها، فانا بيني وبينها كانسانه، وكان كثير فانزها او الفانزات او المتابعين بشكل عام يفتنوا. اوكي، بس انا هلا هي طلعت من قلبي، بقولها علنا، انا بقولها علنا، البنت طلعت من قلبي، لانه انا لا تستعطف العالم على ظهري انا. أميمة ومية، يعني كل اللي متخانقين مع 100 بقى تقريبا الأيام دي يوم الحساب، وقرروا إن هم يحاسبوا 100 على كل حاجة. 100 كانت قالت إن أميمة سرقتها في البرنامج. طلعت أميمة مع روشين، فاكرين التجميعة بتاعتهم؟ وقلت لكم كلهم هيعملوا حلقات مع روشين هيجيبوا فيها العيد. شفنا شاهيناز ودعاء وأميمة، يعني الأسرار كلها طلعت في البودكاست ده. ولكن قالت إن هي مستحيل تسرقها، وهتسرقها إزاي؟ هتسرق بدل الرأس مثلا. 1-0 لأميمة، وجون كبير جدا جدا. قدرت تيجي على الوتر الحساس وتقول يعني الموضوع بدلة الرأس ده كان عامل ل100 مشاكل كتير جدا في البرنامج وبره البرنامج. وكمان اتكلمت ان هي بنت مثقفة وان هي بنت قارية وان هي بنت ناس وما عملتش حاجة غلط في البرنامج. حتى البوسة بتاعتها هي ونيكولا بررتها. تعالوا سمعكم قالت ايه. معك خصيصا بدلتين ولا من 10 كم خصيصا جايبتهم معك بالحق باش ياخذ اتنشن من عند الشباب ومن عند الجمهور. عايشه اختي تشيبك، ما فرق بين انسانه حتى ولو نفرض البوسه هذيك عن جد كما هي ظهرت الكاميرا، ما فرق بين انسانه تبوس بوسه حلوه محليها مع حبيبها. يا اخوي كل واحد عقليته، كل واحد تربيته، كل واحد حر في حياته. لا باهي اوكي، كل واحد حر في حياته. ما فرق بين انسانه عايشه علاقه حب بالحق معناها وكلكم تبوسوا، ما تبدوش تكذبوا معناه. يزيوم الكذب كلكم. ما فماش واحده بنت في العالم هذا كل ما عمرها ما باستش. البنات اللي في العالم كلهم باسوا.
خليني اقول لكم ان مية لحد دلوقتي ما ردتش على أميمة، ولكن من يعني معرفتي ومتابعتي كده لمية اظن ان هي هترد عليها الايام اللي جايه. كمان جيهان طلعت بودكاست كده واتكلمت لاول مره اشوف الامور من وجهه نظر جيهان. يعني كنت بشوف الامور من وجهه نظر البرنامج، بيعرض لنا مقاطع معينة، حاجات معينة، وجيهان كانت مقلة جدا جدا في ان هي تطلع وتبرر. يعني نادر لما بررت، وما بررتش غير من الهجوم الكتير جدا من محبين ندى عليها ساعة لما طلعت من البرنامج. ولكن أول مرة في البرنامج ده أحس بوجهة نظرها أو بالأمور من وجهة نظرها، وحسيت ان يعني ظلمناها شوية لما كنا بنتكلم عليها وقت تصوير الحلقات. مانيسا وبلال انفصلوا للمرة المليون، ولكن ما ظنش ابدا ان ده هيكون الانفصال الاخير ابدا. بلال بيحب مانيسا، ومانيسا قادرة ان هي وقت ما تحب تقرب بلال منها تقربه منها. عارفين مفاتيح قلبك معايا بالظبط، هو ده الوضع ما بين مانيسا وبلال. ولكن لأول مرة أحس إن مانيسا الموضوع فعلا مضايقها ووجعها، ولدرجة إن هي كانت بتعيط امبارح. ولكن قالت شوية كلام اتفهم برضو غلط، اتفهم إن الموضوع شو مش أكتر من شو، ويا جماعة إحنا كنا بنمثل أو علاقتنا في البرنامج بس، محدش ليه دعوة بينا برا البرنامج. ولكن ما ظنش، يعني طلعت من يومين نفس الشخصية وقالت إحنا عيد ميلادي هنعمل فيه خطوبتي اللي هي هتكون في شهر 8. فما ظنش ابدا ان هم لا بيمثلوا، ولكن عارفين اللي هو بتحمي كبريائها كده يعني، وبتقول اي كلام بالظبط كده، بتقول اي كلام. لكن بتهيألي هيرجعوا تاني لبعض. بس بلال غريب، بلال كل ما حاجه تحصل يروح عامل بلوك المنسة. ما بيتفهمش بلال، محتاج يهدى شويه ويتفاهم معاها، لان منسة من الواضح ان هي مجنونه وهو حابب كده، فيحاول يستوعب الجنين ده شويه. اللي عم يكتبوا انفصلوا. نحن بالبرنامج شو مع بعض، خلص الكلام. انتوا لكم بالبرنامج، ما لكم فينا برا البرنامج. بس اطلع اقول انفصلنا بيكونوا انفصلنا، بس شوفونا بالبرنامج انفصلنا يعني انفصلنا. طول ما فبليز جايز، قبل ما تحكموا على الناس وقبل ما تقعدوا مثلا تهاجموا بالناس او اي شيء، عرفوا شو في ورا هيدا البني ادم اللي بوشكم. انتبهوا، انا ما في تعليق مؤثر فيي ولا في انسان مؤثر فيي، يعني ما كنت فكروا انه انا مثلا مضايقه من شي تعليق. بالمناسبة لما اتفرجت على اخر كام حلقة من البرنامج وشفت مانيسا وهي كانت بتقول معاش ولكن اللي يمد ايده عليا، وش مانيسا كان معلم ولا انا غلطانة؟ صح كان معلم وشعرها كان على السرير، فما فهمتش ده كان شعر مين، وش مين اللي كان معلم. عموما هنعديها. كان اللي يرفع ايده قصادي. سامي بقى طلع اتكلم على عائشة من الكويت، وما عجبنيش الكلام اللي قاله سامي، وناس كتير ترجموا الموضوع ده وحللوه ان عشان عائشة طلعت شكرت قوي في ادم وفارس وان هم الستايل بتاعها و هو غار واتضايق وطلع زعلان وطلع برر ده. السعودية والكويت واحد وبنغير على بناتنا. دايما سامي مش بيفوت فرصة غير ان هو يقول قد ايه البرنامج ده سيء. استغرابي الوحيد واستوقافي انا معاكم ومعين البرنامج، يعني خلينا نقول مش شبهنا مش طباعنا ايا كان، ولكن انت ايه اللي وداك لما البرنامج سيء؟ ده مش اول سيزون للبرنامج فهنقول ان اتضحك عليك، لا ده كان تاني سيزون واكيد انت كنت عارف انت رايح على ايه وكونسبت البرنامج كان ايه. دي اول نقطه. تاني نقطه خليني اقول لكم ان سامي الوحيد اللي ما كانش ماضي شرط جزائي، فكان يقدر يسيب البرنامج في اي وقت يتضايق يقدر يمشي من البرنامج، لكن هو قرر ان هو يكمل. فجاي دلوقتي بيعمل ايه؟ انا مش فاهمه. الكويتيه انتقدها كثقافه كويتي، ما لي دخل ولا ما اعرفها انا، هي اللي ما كان موجود لما انا جاوبت. قالوا ليش يا ثامر قلت راح تكون دقيق اكثر على الكويتيه من غيرها؟ نجاوب انت الان، خلي السؤال ده جزء، لان هذا جزء مننا. الكويت سعودي والسعودي كويتي، هذا جزء مننا. فالغيره على بنت بلدك تغار عليها، ما تبي عليها الخطا، لكن اذا قامت تخطئ نتبرئ منها. كمان غلطة كبيرة جدا جدا وقعت فيها عائشة من الكويت ومرتضى العراقي. ايه هي الغلطة دي؟ انهم طلعوا لايف الصبح في رمضان، لان البرنامج لسه تصويره خلصان مثلا من 2-3 حاجة كده،
فصوروا اخر جزء كانوا في رمضان، وطلع قال ان هم يعني كان بياكل حاجه في اللايف وقال لا احنا مش صايمين، ودي غلطه كبيره جدا. يعني انا مش دعوه صايمين او مش صايمين، انا ده مش موضوعي، لكن ان هو يطلع في لايف يتكلم وكأن دي حاجه عاديه، يعني مش متصورين طبعا كم الانتقادات اللي جاله، وهو بصراحه كان يستحقها. لا والله للاسف ما صايمين اليوم. وبكده حلوين اكون جبت لكم اخر الدراما واخر الاخبار. قولوا لي انتوا ايه رايكم في الاحداث دي كلها، هستنى كل تعليقاتكم، وانتوا استنوني في اخبار كتير جديده، كالعاده دراما بتخلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.